يا صباح الورد والفل والياسمين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. كل سنة وانتوا في احسن صحة واحسن حال. كام يوم كده ويهل علينا رمضان بروايحه الجميلة واجواءه اللي كلها رضا وبركة وخير. تعالوا نعمل مع بعض بقى النهاردة برام تورلي بكرات اللحم. تحفة، هيشرفك. كرات اللحمة مستوية وشكلها جميلة وبتدي طعم مميز جدا للبرام. وادي الخضار بتاعي، شكله حلو وريحته حلوة وحاجة هتشرفك. تعالوا بقى نقول سوا بسم الله واوريكم انا عملتها ازاي. جبت معايا نص كيلو من اللحمة المفروم. هحط عليه بصلتين اتنين حجمهم متوسط، فرماهم ومصفياهم من السوائل بتاعتهم. وهنزل عليهم بمعلقتين كبار من البقسماط الناعم، ونص معلقة ملح، ونص معلقة فلفل اسود، معلقة التوابل الصغيرة، ونص معلقة بهارات لحمة، ومعلقة مليانة من البابريكا المدخنة، وطبعا ملك الكفتة الجنزبيل. هعجنها مع بعض كويس قوي عشان اتأكد ان اللحمة شربت البصل والبقسماط والتوابل. عجنتها زي ما انتوا شايفين، ابتدت تعمل النسيج اللي انتوا شايفينه ده، وبقت معايا بالمنظر ده. هجيب بقى طبق واسع، ومية البصل اللي كنت مصفياها هحتاج لها. هدهن ايدي بيها وهبتدي اكور اللحمة، اعملها كور كده واضغط عليها وانا بكورها جامد علشان ما تفكش مني لما اجي انزل عليها بصلصة سخنة. شايفين؟ واخلي الكرة كبيرة شوية كده ما تبقاش صغيرة. هدهن ايدي تاني واخد واحدة تانية واعملها قدامكم. وانا بلفها اضغط عليها بكف ايدي كده عشان اتأكد انها مش هتفتح معايا. ونعمل واحدة كمان. احاول على قد ما اقدر اخلي الكرات كلها قد بعض. شايفين المنظر؟ اكملهم كلهم وارجع لكم. كده عملت الكفتة كلها، لفتها كلها كرات زي ما انتوا شايفين، الاحجام متساوية. بعد كده هجيب طاسة وهحطها على النار، وهنزل عليها بمعلقة سمنة. واسيح السمنة على النار. ساحة السمنة هجيب الكفتة بتاعتي وهنزل بيها بالراحة في الطاسة، وهبتدي اقلب لحد ما الكفتة كلها تتغلف بالسمنة وتتشوح تشويحة كويسة كده. مع استمرار التقليب ابتدت تاخد لون زي ما انتوا شايفين وابتدت تتشوح معايا. هكمل تقليب كمان. شايفين المنظر؟ كل ما بتقلبيها اكتر كل ما بتتغلف بالسمنة وبتتشوح. كده تقريبا خلاص انا وصلت لدرجة السوا اللي انا عاوزاها، حوالي 3/4 سوا، مش مستوية بشكل كامل. هطفي عليها
وهجيب حلة على النار، هنزل بمعلقة سمنة برضو، هدوب السمنة وبصلاية كبيرة هشوحها في قلب السمنة. هقلب شوية لحد ما البصلة تبتدي تدبل. ابتدت تدبل معايا زي ما انتوا شايفين. هنا بقى هنزل عليها ب3 فصوص توم متقطعين قطع صغيرة، وهستمر في التقليب زي ما انتوا شايفين لحد ما البصل والثوم يستوي معايا. وبعد ما استوى هنزل بمعلقتين صلصة كبار، وهقلب الصلصة مع البصل ومع الثوم والسمنة. اول ما توصل للقوام ده عندي هبتدي انزل عليها بمية مغلية، باكد عليكم مية مغلية ما تكونش مية باردة. دايما الصلصة في البرام بتبقى احلى من الطماطم بكتير. اقلبها شوية مع بعض، وابتدي اتبل الصلصة بنص معلقة ملح ورشة فلفل اسود، بس كده مش هحتاج اي حاجة. اقلب الملح والفلفل مع الصلصة واغطي الحلة واسيبها تغلي غلوتين 3 مع بعض كده. طيب سيبناها حوالي دقيقتين 3 غليت مع بعض. احنا اساسا حاطين المية مغلية فهي غليت بسرعة، وانا مش هحتاج منها اكتر من كده. هطفي بقى عليها واروح اجهز الخضار والبرام بتاعي. ادي البرام بتاعي. انا دلوقتي شغلت الفرن عشان يسخن، وجبت البرام بتاعي. هبتدي احط فيه الخضار. دي بطاطساية وجزراية متقطعين مكعبات صغيرة. بعد كده هنزل عليهم بالبسلة الخضراء، شوية بسلة كمان في الطبق احطهم. وبعدين انزل بالكوسة مقطعاها برضو قطع صغيرة. اقلب الخضار بتاعي مع بعضه كده. وادي الصلصة بتاعتي. هبتدي بالمغرفة انزل شوية بشوية على الخضار لحد ما الصلصة تبتدي تظهر وتبتدي يدوب تغطي الخضار معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. بعد كده هبتدي انزل بالكفتة بتاعتي، كرات اللحم، هوزعها على البرام. نحطهم جنب بعض كده، وخلصنا رصيناها كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه. باقي الصلصة بقى هنزل بيها على كرات اللحمة من فوق عشان نتأكد انها اتشربت صلصة فتكمل سواها مع البرام. وانا مش محتاجة اكتر من كده. سقينا البرام هكون زي ما قلتلكم مسخنة الفرن بتاعي على درجة حرارة متوسطة، وهحطه على الشبكة وهسيبه لحد ما الخضار يستوي تماما، وبعدين نرجع لكم تاني نشوف النتيجة النهائية عاملة ازاي. طلعنا البريان بتاعنا من الفرن، شكله تحفة، ريحته تحفة، حاجة كده رهيبة، حاجة هتشرفك. اتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تضغطوا على زرار اللايك وتشتركوا في القناة. كانت معاكم من جديد غادة سمير من قناة مطبخ دودي وماسة، ومن هنا لحد ما نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله، اسيبكم في رعاية ربنا وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.